حسابات ايش؟ جلست اليوم مع المحاسب قال لي الشباب يعني وليد وعطيه وعباس يعني حساب الواحد فيهم تقريبا 300 ريال. اي 300 ريال بس قلت له عيب كفو. عيب شلون يا ربعي عزوتي محترم. اي والله شلون تقدمها لهم ثم تعطيهم خصم صاحب صاحبك وابن حلال. 160 ريال حساب. حساب ايه يابا؟ انت شغل هبل. هو حساب ايه اللي 160؟ قلت له 160 يا وليد سويت لك خصم من 300. انت يابا مش جايبهم لي هديه خصم ايه وليد ايه؟ وايه يابا الجنان ده يابا ده؟ لا انا بس يعني يوم اعطيتك اياها بغيتك اول واحد تلبسها يا وليد. لا يا سلام ازغرط انا افرح انا مش عايز منك حاجه يابا. ما قلتلكش تجيب لي حاجه اساسا. ابيكم اول مش دافع من الاخر. حق مين يابا؟ هو اللي جابها لي وقال لي خد قيس ومش عارف ايه. هو قال هديه ما قال هديه. مين؟ هو لما جابها ما قال هديه. وانا قلت له عايز اشتري منك حاجه خلاص جت ومش راجعه. من الاخر حلو لا ترجعها وما يبي ترجعها وانت تبي انت. ابي بس 160. لو تبي تقصدها قصدها. ولا مليمش الا قصتها. فلوس ما بدفعش. انا مش بتاع شراء اساسا. انا باخد ما بدفعش من الاخر. بس هذا انت تعرف شو يسمونه؟ مين؟ هذا اللي انت تسويه ايه؟ يسمى انك انت شنو؟ حرامي. ما احنا عايشين على القفا اللي زيه اساسا. هو ده اكل عيشي كده اساسا. روح يابا اتكل على الله. فلوس عملت معك واجب يا اخي بديتك على الشباب كله. يا بقى ما حدش قال لك اعمل واجب ولا اعمل نيله. الرجال متجمل معك مبديك على الكل اول من لا لا. ما حدش قال لي بدين ولا حد قال لي نيله. وخصم من 300 يا وليد. قلنا لك مش عايزين حاجه والله ما انا قاعد هي في الدنيا وفاضي. يعطيني بالك من 30 ل 160. حاول تدفع لك شيء ولا حسابك ولا محساب. هذا من بديت انا ذا القصه. شو يقولوا؟ بس اجل تجيب لي اللون اللي فيه رصاصي كان شكل وزواج بحر. تدفع. يدفع له بس الشكل الثاني. انت يا ابو الدجاج. لا يبا انا خالي الحرية ما ادفع ولا ادفع ولا ارجع.